صباح الخير. في الوقت اللي الأنظار ديال الشعب المغربي متجهة إلى المناطق المنكوبة، في الوقت اللي جلالة الملك تيزور الجرحى في مستشفى مراكش باش يخفف من الآلام ديالهم، في الوقت اللي آلاف الشاحنات متجهة إلى الجنوب للتخفيف من آلام المواطنين هناك، في واحد تضامن وطني رائع اللي ذكرني أنا شخصيا ذاك التضامن اللي عرفته وعشته سنة 1975 في المسيرة الخضراء في هذا الوقت. ومن بعد 4 أيام والإعلام الفرنسي يهاجمنا ليل نهار بدون توقف. الإعلام الفرنسي لم يحترم شهداءنا، ولم يحترم حزننا، ولم يحترم المحنة التي نمر منها. خرجوا السكاكين ديالهم الصحفيين الفرنسيين دون احترام لأدنى أخلاقية المهنة باش يهاجمونا ملكا وشعبا. في هذا الوقت تطلع علينا الرئيس ماكرون واحد الخطاب موجه مباشرة إلى الشعب المغربي. هذه سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. واش ماكرون كان في إمكانه يدير خطاب يقول أيتها الروسيات أيها الروسيون إن كذا وكذا في أوكرانيا؟ هل كان في استطاعته أن يقول أيتها الألمانيات أيها الألمانيين نحن على خلاف في إطار؟ ما كانش يمكن له هذا الشيء. أنا كمغربي أرفض هذا الخطاب، أنا كمغربي أدين هذا الخطاب. أنا كمغربي بكل صراحة أقول للرئيس ماكرون بالدارجة ديالنا دخل سوق راسك، والمغرب كبير عليك. ومع الأسف فرنسا اليوم تحكمها برهوش.